شلونكم طلابنا؟ ان شاء الله بالف خير. وياكم الاستاذ عباس علي الغالبي. طلاب ان شاء الله بهذا الفيديو راح نتكلم عن عطلة يوم الاربعاء بمناسبة الزيارة الشعبانية اللي هي 15 شعبان ولادة الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف. طلابنا يوم الاربعاء راح تكون عطلة رسمية. طبعا لا تصدقون باي قناتي حطيت لكم اياها باول تعليق. من ينزل القرار بقناتي معناتها عطلة رسمية مليار بالمية. تمام طلابنا، فاني انزلها لكم. اكو هواي قنوات هسه راح تستغل وتقول ها عطله رسميه بكذا محافظه وهم بعدهم ما منطين. فانت من ينزل القرار بقناتي انا اتاكد من عندك 100%، اتاكد لك ان شاء الله من المحافظ او من التربيه. عندك هنا عطله رسميه لمحافظه كربلاء. هنا كربلاء بس خلنا ننوه انه كربلاء قالوا بداية ثلاثاء واربعاء، بعدين لغوا الثلاثاء، المحافظ لغى الثلاثاء وخلى فقط الاربعاء، يعني عدل على العطلة خلاها فقط الاربعاء. وعندك واسط وعندك بابل. بالنسبة للمحافظات من المحتمل تعطل ومن المحتمل ما تعطل، اللي هي مثلا البصرة، الناصرية، عندك المثنى، ميسان، الديوانية، النجف. ذن المحافظات من المحتمل يعطلون، واحتمال اكو بعد محافظتين او يعني ما ذكرتهن. فتابعوني انتم قناتي باول تعليق، اول باول ان شاء الله راح انزل لكم العطلة. وصل لنهاية الفيديو، في امان الله وحفظه. شاركوا الفيديو لجميع اصدقائكم.